هو إيه اللي يخلّي عربية زي دي تتقلب بسهولة كده؟ خلّيني أقول لك إن اللي بيخلّي القلابات دي تتقلب بسهولة كده هو سببين، أول حاجة هو إن باب الصندوق بيكون مقفول، بس ده مش السبب الأساسي، لإن لمّا يكون باب الصندوق مقفول ده بيؤدي لاحتمالين، أول احتمال هو إن الأرضية اللي واقفة عليها العربية بتكون مش مستوية، أمّا تاني احتمال وده الأغرب هو إنه بيحصل برضه والأرض مش مستوية، وده بيكون بسبب إن الحمولة في القلاب بتكون مش متساوية على الجنبين، يعني الوزن في الجنب اليمين غير الجنب الشمال، حتى لو فرق بسيط. كمان تخيل إن باب الصندوق مقفول ووزن الحمولة كله أثناء رفع الصندوق بيكون أكتر من 60% من الحمولة مركز على الجزء الخلفي من القلاب على الكاوتش، فبالتالي لما الوزن يكون مركز على نقطتين بس فهيبدأ يدور على أضعف نقطة عشان يميل ناحيتها، لأن الكاوتش في الأول والآخر هو هواء مضغوط، يعني لو في جنب الكاوتش في ضغط الهواء أقل أو حالته أقل من الجنب التاني حتى لو بفرق بسيط هيخلي الوزن يبدأ يميل ناحية النقطة الأضعف. تاني سبب بقى وده بيكون أقرب احتمال هو إن المشكلة بتكون في الكوريك اللي بيرفع الصندوق ذات نفسه، بمعنى أصح هو إنه ساعة لما بترفع الصندوق الكوريك بيبدأ يزيد في الارتفاع، فبالتالي التوازن بيبدأ يقل. طب ازاي كوريك زي ده بالحجم ده بيختل توازنه؟ معلش دي مش سرنجة دواء، خليني اوضح لك ده بمثال بسيط. لو جبت لك قطعة حديد سميكة طولها 10 سم متثبتة في الأرض وقلت لك إنك تتنيها بمجرد ما تضغط عليها من فوق فهيكون صعب تعمل كده، أما لو خليت طول الحديدة دي بدل ال 10 سم خليت طولها متر ونص فساعتها مجرد ما تشدها بإيدك من فوق هتميل معاك يمين وشمال. فالمشكلة دي بسبب إن الكوريك اتفرد بالكامل فالتوازن قل، فمجرد ما مركز تقل الصندوق يخرج من منتصف التريلا بتبدأ تميل لحد ما تتقلب. فحل مشكلة زي دي هو إنه يكون باب الصندوق مفتوح قبل ما تبدأ تفريغ، وحتى لو واقف على الأرض غير مستوية فلازم الصندوق يطلع واحدة واحدة وجزء جزء يتفرغ، بجانب كمان إنه ما ينفعش إنك توصل للارتفاع الكامل للكوريك، يعني هتعمل زاوية بين الصندوق وشاسيه الديل مش أكتر من 45 درجة، بجانب إنه في أفكار جديدة بالنسبة للصناديق القلاب زي فكرة إن الكوريك بقى أشبه بالمكبس اللي بيكبس حمولة الرمل بره الصندوق، غير إن في فكرة تانية بالنسبة للكوريك هو استخدام 2 كوريك جنب بعض لأن ده بيكون آمن وبيثبت الصندوق أكتر.